مسكت بقى كده الشطرت كده ورحت جايبه ايه اجنحه. انا بحب الاجنحه جدا جدا جدا، انا وبنتي بنعشقها. يعني لو في فراخ كده احنا بنقول لا احنا هناخد الجناح، بحبه قوي قوي قوي. زي ما احنا شايفين النهارده الاكله بتاعتي عباره عن نص كيلو اجنحه. النص كيلو اجنحه ده يا جماعه ب 10 جنيه. بصوا عامل طبق قد ايه، وعملنا كيس مكرونه زي ما احنا شايفين كده بالشطه وبالصلصه، منتهى الجمال ومفلفله اهي. طبعا كلنا بنعرف نسلق المكرونه بطريقه سهله. بنغلي الميه وبنحط فيها شويه الملح شويه زيت وبنحط ايه المكرونه تتسلق. بس انا عايزه اقول لكم على تكات جميله كده بالنسبه للمكرونه. انا بحط لها شويه كمون في الصلصه. وجربي كده وانتي بعد ما حمرتي البصله، مش تحمير جامد عشان ما تبقاش محروقه، تحمير كده يعني شبه مصفره عشان تبقى معسله. جربي ان انتي تحطي معاها اللهم صل على النبي البهارات بتاعتك، اللي هي شويه الكمون وشويه الفلفل الاسود وشويه بهارات كده، بتطلع طعمها جميل زي بتاعه المحلات بالظبط واحلى. جميله جميله وبتدي ريحه حلوه قوي قوي وانتي بتاكليها. ولو مش عايزه تحطي شطه ما تحطيش شطه، عايزه تحطي شطه حطي شطه. ده طبق المكرونه بتاعنا الجميل زي ما احنا شايفين. نيجي هنا نشوف بقى ايه الطبق بتاعي التاني، اللي هو طبق الايه طبق الاجنحه الجميل ده. بصوا يا جماعه انا ما سلقتهاش، بس انا كنت فاكره ان الكاميرا بتصور بس يا خساره ما صورتش، فقلت لازم برضو اوريها لكم. انا جبت الجناح. بصوا بقطعه نصين زي ما احنا شايفين كده، بقطع الجناح نصين، بقطعه من الحته اللي هي فوق دي كده، هو بعمل له قطعتين، القطعه اللي فيها حته اللحمه وقطعه الجناح. وبعد كده خدته بهرته وطبلته بالبصل البودر والثوم بودر والملح والفلفل وشويه بتاع دوت كركم. وحطيت عليهم شويه اللهم صل على النبي زعتر. وحطيت كمان عليهم شويه اسمه ايه اللي هو اوريكم العلبه، استنوا اعذروني. اللي هي شويه مستردة، كان اسمها تايهه عني خالص. معلقه كده صغيره، وتبلتهم ونقعتهم من بالليل. وقمت الصبح ايه رحت جايبه بقى زيت. بس اهم حاجه يا جماعه يكون زيت غزير. لو ما كانش زيت غزير مش هتحمر معانا بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده. حطيت بقى زيت في الحله زي ما اوريكم كده في الفيديو. دي الحته الوحيده اللي انا لحقتها. حطيت الزيت يسخن قوي قوي قوي، تبداي تحطي الاجنحه بتاعتك في البقسماط الاول، بقسماط الاول. وبعد كده تحطيها في البيض ماشي، وترجعي تاني تحطيها بقى في الفيجيتار اللي هو الخشن ده اهو ده. بصوا الحبايه بتاعته عامله ازاي، اللي هو الخشن ده بيتباع عند العطار. جبته بقى كده ورحت حطاه، وبعد كده رحت حطاه في الزيت. بصوا يا جماعه من جوه، بصوا جمال. بصوا بصوا ده يبقى دوب ازاي وحلوه ازاي ومستويه، مفيهاش دم ولا فيها اي حاجه اهي زي ما احنا شايفين اهي استوى. بصوا بقى الكفر بتاعها، الكفر بتاعها بسم الله ما شاء الله قد ايه. الكفر بتاعها سميك من الخلطه اللي انا عملتها له كده بقى ايه، كنتاكي على حق. طعمها جميل. وهوريكم كمان الصوت بتاع القرمشه. بصوا شايفين صوت القرمشه، نفس الحكايه الجناح اهو، تقطعيه كده ولا في دم ولا في اي حاجه. وجميل جميل جميل. بصوا الكفر قد ايه، والولاد بيحبوا الحاجات دي قوي قوي، بيموتوا فيها. ففرحي ولادك كده واعملها لهم، وان شاء الله هيتبسطوا منها مع شويه مكرونه بقى مع شويه بطاطس، وتبقى اكله كده بسيطه مش مكلفه. يعني كيس المكرونه دون بكام؟ ب5 جنيه. وعندك نص كيلو قوطه هنقول برده ب5 جنيه، ادي 10 جنيه. ودي 10 جنيه اجنحه، ادي 20 جنيه. عملتي غدا تحفه تحفه، غدا مطاعم وجميل بالطريقه السهله الحلوه. وان شاء الله انا هنزل لكم الفيديو، وهحاول ادور كده يمكن يكون الكاميرا كانت بتصور عشان انا دورت والله عليه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، هو خفيف كده وصغير. ما تنسونيش في اللايك والشير مع يوميات مس امال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بالهنا والشفا. وتعالوا اتغدوا معانا. ايه رايكم بقى في الطبق الجميل الروعه التحفه ده، الشاهي دوت اللي عملناه باقل من هقول ايه 15 جنيه. والله 15 جنيه. هتيجوا معايا الفيديو وهتشوفوا الطبق اللي انا عاملاه الغدا الجميل ده. وكمان في لسه طبق مكرونه كمان فايض، بس انا مليت السرفيس. الطبق الجميل دوت، الاكله الجميله ديت ما كلفتنيش 15 جنيه. ازاي يا مس امال؟ تعالوا الفيديو وشوفوا هي كلفتني قد ايه. يلا بينا على الفيديو.
احنا شايفين اهوت قطعت السوسيه على قد رفيعه كده. بصوا الثلاث صوابع عملوا ايه. الثلاث صوابع دول ما يكملوش 10 جنيه، عشان انا بجيب نص كيلو على بعضه من عند سوبر ماركت فتح الله، بيبقى نضيف، ولازم تجيبي ماركه معروفه بالذات من السوسي ده. وقطعت بصله كده جوليان او مكعبات او اي حاجه اجنحه اللي يعجبك، وقطعت الطماطم زي ما احنا شايفين، وقرن الفلفل اللي كان عندي. هروح بقى كده على البوتاجاز يا حبايبي، وهنعمل ايه. هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه على البوتاجاز. هولع بقى النار على البوتاجاز واحط لدعه زيت صغيره. سامحوني بس لو كان صوتي تعبني شويه عشان انا كنت تعبانه. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كنت بعمل برضو وصفه كده وهنزلها لكم ان شاء الله، الفليتو، وما كملتش الاكله ورحت على المستشفى. الحمد لله نحمد ربنا. كنت واخده المصل والمصل تعبني فجالي هبوط وكده وبتاع، ما قدرتش اكمل، فاعذروني لو كان صوتي تعبني. هحط كده البصله زي ما احنا شايفين، وهبدا ان انا اشوحها في قلب النار لحد ما تاخد لون بس كده. وعلى ما البصله تتحمر معايا انا جبت كيس مكرونه اي نوع تفضليه اللي انت عايزاه، هحطه بقى في قلب الحله واحط عليه معلقه زبده كده حلوه. انا بحب اعمل المكرونه المحمره يا جماعه بالزبده على زيت عشان بتبقى مفلفله كده، بتدي لمعه في نفس الوقت، الزبده بتطعمها وكمان مغذيه لاولادنا. فانا هحط كده معلقه زبده حلوه. زي ما احنا شايفين اهو، هحط معلقه الزبده اهو كده. يعني هبدا ان انا بعمل الاكل على الايه، على العينين عشان اخلص. وبحط بقى هنا اهوت كمان معاها حبه زيت علشان السمنه بتاعتي ما تتحرقش، عشان انا مش مسيحه. حطينا هنا ايه اهو كده شويه زيت اهو صغيرين. هوديها بقى على العين التانية واولع عليها واحمرها على ما السوسيه يخلص، تكون يا دوبك المكرونه بتاعتي اتحمرت. بصوا كده هي البصله خدت لون. بحط الاول يا جماعه السوسيه، مش بحط الخضار الاول عشان الخضار يفضل مصحصح كده وحلو معايا. زي ما احنا شايفين كده انا فضيت السوسيس كله كده اهو. هقلب بقى فيه، وبرده مش هحط الملح والفلفل. انا لما احط بقى الخضار وابدا اقطع عليه اول، بس السوسيه ما بياخدش وقت خالص. اول ما ياخد لون هطفي عليه، اول ما ياخد لون هحط الخضار، هاخده كده تشويحتين وهطفي عليه. هو كده بدا ياخد لون، يعني هو تقريبا كده شبه مستوي. انا بس ايه بنسخنه على النار بس كده، عشان لو اي حاجه فيه ولا حاجه. طبعا عارفين النار بتقضي على اي ميكروبات. هنجيب بقى البلانشه بتاعتي واحط هنا الطماطم والقرن الفلفل كده، وهقلبهم مع بعضيهم. وهنا بقى هحط الملح وهحط الايه شويه فلفل اسود. يعتبر كده وصفه السوسيه كده خلصت يا جماعه، ما بتاخدش وقت خالص. وطبعا دي اكلات سريعه جايه من الشغل، عيالك جعانين بالليل، ما عندكيش اكل ومش قادره تنزلي، تعبانه زي حالاتي كده اهوت، بتعملي على طول ايه الوصفه بتاعتنا الجميله ديت اهي. خلاص زي ما احنا شايفين، وادي شويه الفلفل، مش هحط اكتر من فلفل وملح بس، مش هحط اكتر من كده على السوسيه عشان احس بطعم السوسيه بتاعي. وهنا برده هحط كده شويه الملح السوري تمام اهو، لاني برده هتملحي المكرونه. شايفين اهو كده خلاص، يعتبر خلاص. ممكن بقى انت تستكفي كده وتغمسوه بالعيش. ممكن تعملي سندوتشات لاولادك في البوكس، في اللانش بوكس بتاعهم برده. دي تنفع من اكلات المدارس، والعيال بيحبوا الحاجات دي قوي. بس هتبقى انت عاملاها طبعا في البيت. وهبقى اقول لكم برده طرق تانية للسوسيه تنفع لسندوتشات المدرسه. اهو انا كده هركن بقى السوسيه ده على جنب كده على الرخامه، وهبدا احط المكرونه بتاعتي اهي. هبدا بقى احمر فيها. انا هفصل الفيديو عشان ما يطولش عليكم. ودي زي ما انتم شايفين انا حمرت المكرونه اهو باللون اللي انا عايزاه تمام. هحط بقى عليها مرقه دجاج، ولو انت مش عايزه تحطي ما تحطيش. ادي قالب مرقه الدجاج اهو معايا، هحطه
وبعدين احط عليها شوربه او ميه سخنه مغليه، اي حاجه عشان تنجزي في الاكل بتاعك. انا هعمل شويه ميه اهو زي الرز بالظبط، زي الرز يا حبايبي. البنات اللي متجوزه جديد زي الرز بالظبط، يا دوبك المكرونه تبقى متغطيه بس ايه بالميه، وتحط لها بقى شويه ملح وشويه فلفل برده ماشي. وخلي بالك وانت بتحطي الميه عشان الصهد بيطلع على ايدك، خلي بالك من الحاجات دي، تمسكيش بحته مبلوله، تمسكي بحته ناشفه عشان ايدك ما تتحرقش، عشان طبعا لو مسكتي بحته مبلوله السخونيه هتشرب الميه اللي في الحته او في الفوطه وهتبدا تلسعك. ادي كده حطينا، وهنقلل الملح شويه عشان المرقه الدجاج حادقه، مش هنحط ملح كتير اهو يا جماعه كده اهوت. بصوا هقفل بقى، هوطي عليها النار واسيبها لما تستوي، ونرجع نغرف الاكله مع بعضينا، وهوريكم تبقى منظرها جميله ازاي وحلوه وسهله ومغذيه وكل حاجه. نغطي الحله بقى ونسيبها. وكده انا خلصت الاكله بتاعتي اهو. ادي عندي السرفيس، هفضي بقى فيه المكرونه بتاعتي الجميله اللي ريحتها طالعه تحفه. هنفضي بقى كده المكرونه زي ما احنا شايفين، هوريكم قد ايه جميله ومفلفله وحلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعه؟ شايفين الحلاوه والطعامه؟ اكله بسيطه ومش مكلفه وحلوه وكل حاجه اهو. هحط كده بقى هنا المكرونه بتاعتي، شايفين؟ بعد كده اقوم حاطه بقى معايا السوسيه عليها كده زي ما احنا شايفين على طبق المكرونه بتاعي الجميل دوت الشهي. شايفين؟ بصوا الجمال بتاع السوسيه يا جماعه اهو كده. واكله بسيطه وغذيه مش مكلفه، انجزتني في وقت صغير عملتها. ادي كده طبق السوسي بتاعي بالمكرونه المحمره التحفه دوت، وادي عندي طبق السوسي الجانبي لحد حابب يغمس بالعيش او حاجه اهو. فيديو جميل ولذيذ وصغير كده وطعم وما خدش مننا وقت. ادي الاكله الوجبه بتاعتي، هحطهم لكم كده كمان بالطول عشان تشوفوهم اكتر اهم يا جماعه اهي. شايفين طبقين احلى من بعض؟ ادي طبق السوسي وادي طبق المكرونه بالسوسي. ايه رايكم؟ اتمنى الفيديو يعجبكم، متنسونيش في اللايك والشير مع يوميات مس امير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.